ازيكم؟ النهارده جينا فيديو جديد. الفيديو النهارده هيتكلم عن ايه الحاجة اللي بتعوق طريقك في الوقت الحالي، سواء كانت الحاجة دي حاجة نفسية او او شخص. النهارده هنعمل ثلاث مجموعات. القراءة النهارده نقدر نعتبرها قراءة روحانية شوية. هناخد ورق روحاني. هنختار النهارده 3 مجموعات من الميداليات. اول مجموعة ممكن ناخد بيها التنين اللي بالشكل ده. مجموعة التنين دي اول مجموعة تبقى معانا، او اول ميدالية يعني. مش عارفة انتوا شايفينها ولا لأ. تاني مجموعة هتبقى، خلينا ناخد البومة بقى، بما اننا احنا هنا هنشتغل كروت روحانية، فناخد البومة ونسيب دي على جنب. دي هتبقى تاني مجموعة، البومة اللي بالشكل ده، او الميدالية اللي على شكل بومة. دي تاني مجموعة معانا. خد وقتك في الاختيار، تختار ما بين التنين او ما بين البومة على حسب ما عينك تلقط. اول ما عينك تلقط فهو ده الاختيار الصح. يعني نبدأ. اهلا بيكم اصحاب المجموعة الاولى اللي اختاروا التنين او الميدالية على شكل تنين. الميدالية دي فيها احجار باللون الازرق. معنى كده ان انت شخص ممكن تكون بتخاف من الحسد او من الاسحار. شخص بيهتم قوي بكلام الناس. شخص عايز يتحرر من حاجة بس مش عارف، او عنده طاقة غضب. عنده طاقة غضب من شيء او من حدث، وطاقة الغضب دي لسه متفرغتش، لسه جواك. مش شخص غضوب. ممكن تكون انت شخص غضوب وبتتعصب بسرعة، لكن انا حاسة ان انت في موقف انت غضبت منه، او حسيت ان انت كنت مفروض تعمل موقف بس ما عملتوش، او تدافع عن نفسك او تاخد حقك بس انت ما عملتش ده. قررت بقى ان انت تسكت وانت تكتم الغيظ. ممكن في ناس منكم هنا بيعرفوا يقدموا الغيظ او يكتموا غيظهم يعني. بس في وقت انت هتنفجر فيه، او هتطلع الطاقة دي كلها في حاجة. مش عايزه اقولك ان هي هتبقى طاقه ابداع، لكن هتبقى طاقه غضب، طاقه نفور، طاقه غضب، طاقه ان انا عايزه اخد حقي، طاقه ان انا مش هسكت. انت عندك الطاقه دي. طلع بطاقه الكوين اوف كاب. انت عندك تسامح شويه، عندك تسامح وعندك طاقه عطاء زياده عن اللزوم. ممكن تكون انت برج الميزان، او بتحب المحامين، او بتحب المستشارين، او بتحب او بتحب بقى اه بتحب تتفرج على الحوادث. انت شخص ناري. ممكن يكون بتحب ايه، تتفرج على الحوادث بقى والاخبار الغريبه والحرايق والقتل والكلام ده. يعني انت ممكن تكون انت الشخص اللي بيفتح على طول صفحه الوفيات. لكن مش شرط طبعا الكلام اللي انا بقوله ده مش شرط ينطبق على كل اللي بيتفرج على الفيديو. لكن انت عندك طاقة عطاء زيادة عن اللزوم، وبتحس ان انت بتحب نفسك لما بتدي، او بتحس ان انت محبوب لما بتدي للناس. انت عندك طاقة حلوة، طاقة حب حلوة. طاقة عالية جدا جدا في العطاء. وعلى فكرة انت للبعض منكم مش للكل، انت شخص متوازن هنا بين العطاء وبين الاخذ يعني. بتعرف امتى تدي وامتى تتصالح مع نفسك. انت شغال على توقيت معين، على فكرة شغال على توقيت معين، في وقت معين انت بتدي حاجة فيها لحد. فاقدر طاقة عبادة. في حد عندك في برج الثور. الحد ده ممكن يكون متدين اكتر منك، والحد ده انت تتبع تعليمه يعني، او بتتبع الطقوس بتاعته. الحد ده روحاني وصارم جدا وما بيحبش حد يغلط.
ممكن يكون شيخ للبعض، شيخ للبعض. مش هقول كاهن طبعا، هو مفيش كهنة هنا في مصر. ممكن يكون في كاهن في حياتك مثلا، او انت عايز توصل للمكانة دي، او انت وصلت لها او قربت توصل لها يعني. ان انت بتتوازن بين الحياة المادية والحياة الروحانية. عشان كده انت اخترت التنين. شخص عايز يعمل كل حاجة بس في نفس الوقت يحس ان هو مغلطش، او ان ما انا بعمل اهو، بس انا بقى ايه، انا مخلي بالي من عقيدتي او مخلي بالي من ديني. انت عايز تمشي جنب الحيطة وتبرر لنفسك حاجات غلط. مش حاجات غلط، حاجات صعبة، لكن ممكن تكون ده اللي انت بتعمله يعني في الطاقة دي، ان انت بتبرر لنفسك الحاجات الغلط اللي انت ممكن تعملها. يعني مثلا ممكن تغلط وتقول مثلا طيب انا اخر حاجة ممكن اعملها، او ان انا هتوب بكرة مثلا، او ان انا مش هعمل الكلام ده تاني، او ان انا استغفر. مش عايزه اقول ان في طاقه نميمه هنا، لكن مش باين لي، او طاقه نميمه، طاقه حسد، طاقه لكن انت بتخاف من الحسد عموما. طاقه اسمها ايه، اسمها ايه، نميمه وايه، لمز، لا مش اللمز، لا بس هي طاقه نميمه عموما يعني. انت خايف على حد على فكره، انت خايف تقل مع حد، تقل مع حد، او تقل عطائك مع حد، او خايف ان انت ما تديش حد حقه، او ما تديش حد اهميته. اه انت مش اناني، لكن بتحب تشوف نفسك وفي نفس الوقت بتشوف غيرك. يعني انت شخص مسؤول، وشخص بيحب الخير للناس على فكرة، وبتحب جميع الاديان، تبان في طاقتك جدا. يعني ما عندكش تعصب هنا، الناس هنا ما عندهاش تعصب. انا مش عارفه ليه انت طاقتك قلبت روحانيه، انت شخص روحاني على فكره، او بتميل بقى للاشخاص الروحانيه، او بتميل لان انت تبقى ده يعني. الروحانيه يا جماعه صعبه جدا، مش سهله. ان انت تبقى شخص روحاني دي مش سهله. فمش اي حد يقول على نفسه انا روحاني، انا كذا، انا حدثي قوي. لا لا لا، ساعات العقل بيكذب، او ساعات العقل بيخيل لك حاجات كده، بس الحاجات دي ما تبقاش حقيقيه، او الايجو بمعنى اصح بقى، الايجو. طيب طاقتك فيها ايه كمان؟ طاقتك فيها غضب على فكره. انا قلت ان انت شخص غضوب جدا جدا جدا، وده باين قوي في الطاقه بتاعتك. انت عايز تروح تتعارك مع حد اه ممكن تكون عايز تتحب زي ما بتحب. مش عارفة، انت ظاهر في طاقتك ناس كبيرة في السن. ممكن انت تكون بتتبع يعني ناس اكبر منك، او بتحب تسمع لهم، بتحب تسمع لنصايحهم، بتحب تسمع لرأيهم، بتحب تتقرب منهم، وبتحس ان هم ناس واصلة، او ناس فوق فوق فوق. لكن انا متأكدة ان انت عندك شخص من برج الثور. الشخص ده اب في العموم، الشخص ده بيوجهك، الشخص ده مش هقول ان هو بيتحكم فيك، لكن بيوجهك، وانت تسمع كلامه على فكرة. انت تسمع صوتين في عقلك، صوت ال- الطاعة، الطاعة من احد الوالدين، وصوت الدين والعقيدة. انت بتسمع لحد معين على فكرة، لشيخ او ايا كان بقى اللي بتسمع له، انت بتسمع له دايما، بتاخد بنصايحه دايما. في شخص عاقل كبير في حياتك انت بتسمع له، او بتحب تسمع له يعني، او بتحب تقعد ليه بتتفرج بقى على الفيديوهات، بتسمع له يعني بتدخل على راديو تسمع له، بتدخل على القناه بتاعته، او بودكاست زي ما بيقولوا. لكن انت شخص بتضحي، وشخص مطيع جدا، مطيع جدا. انت مش متعرض قوي، لكن انت جواك طاقة غضب هنا. طب الطاقة غضب دي تخص ايه؟ تخص 6 بنتكل، 6 بنتكل. انت زهقت من ان انت تكون معطاء كتير بقى، او زهقت ان انت تكون دايما انت اللي بتدي، مفيش حد بيديك حاجة، مفيش حد بيديك حاجة. انت شخص بتحس ان الناس انانية، او الناس بتاخد منك ازيد ما بتديك، مفيش اهتمام، مفيش مراعاة. انت بتحس ان انت عبارة عن فلوس وبس، او بنك للبعض. القراية دي يا جماعة، قصدي الطاقة دي مش هتنطبق لكل الناس على فكرة، الطاقة دي مش هتوصل لكل الناس.
خد الكلام اللي ليك وارمي اللي مش ليك. يعني خد الكلام اللي ينطبق عليك وتحس ان هو فعلا انت ده، يبقى دي طاقتك. لو تحس ان الكلام فيه حاجات انت مش منطبقة معاك، يبقى ان شاء الله تروحوا للمجموعة التانية يعني. يا ده انت ده انت غضبان جدا، انت عايز تاخد حقك من حد، او انت ممكن تكون في قضية كمان. طيب انت ما ظهرلكش غير قب واحد بس، القب السكس اوف قب بتقول ان انت شخص عنده اختيارات كتير قوي قوي قوي، وفي حد بيختار لك يا فندم، في حد بيختار لك حياتك او بيختار لك طريقك، بالذات في الحب يعني والعاطفة. حد واقف لك، في حد واقف لك هنا. انت مش مركز الايام دي، حاسس بعدم تركيز، تشتت اكتر من حاجة في حياتك. بتحس ان انت مشتت، تحس ان انت عايز تعرف ده وده وده وده، وتشوف ده وده وده وده، واجرب ده وده وده وده، بس انا مش بختار حاجة في الاخر، انا بسيب كل ده وبمشي، او بخلي الناس تختار لي. او احنا قلنا طبعا الامبرور عبارة عن اب، فممكن يكون دي حياتك او دي طاقتك في الوقت ده. طبعا الطاقة بتتغير كل يوم، مش هتفضل كده طول عمرك يعني، الطاقة بتتغير. انت واخد قرار بقى، واخد قرار حاجة، انت واخد قرار هنا في الطاقة دي. واخد قرار ومستني حاجة، مستني رسالة، مستني خبر، مستني حد يجيب لك حاجة جديدة، مستني حد يقول لك خبر جديد، مستني حد يساعدك ممكن. لكن انت يا فندم مستني حد يقول لك اخبار عن حاجة. اوكي، انت مستني خبر، تسمع حاجة عن حد. هرمت، شخص بيحس بالوحدة والانفصام. الانفصام، بتحس ان انت منفصل او منفصل، بس انت مالكش نفس تعمل حاجة. قاعد لوحدك، وبتحب الضلمة، وبتحب تقعد في الليل اكتر. انت ليك حيوان صديق على فكرة، الحيوان ده ملازمك، الحيوان ده مش سايبك. ف بس انت هنا في الهرمت، الهرمت بيقول ان انت شخص بتتروحن او بتتبع مصير الروحانيين يعني. لا، دي كروت الناس الكبيرة ظهرت في حياتك كذا مرة، في حد كبير في حياتك، لو انت بقى كبير في السن يعني. انت بتشم ريحة الكذب من على بعد، بتعرف الكدابين، انت بتعرف الكدابين، بس انت مستني وقت معين تعمل فيه حاجة. طب تعمل فيه ايه؟ انت مستني وقت معين، وبتقرا عن حاجة او بتطلع يعني عن حاجة، او اطلعت عن حاجة وخايف تقولها لحد او مخبيها. King of Sword. انت مخبي حاجة على فكرة، هتطلعها في الوقت المناسب، يا معلومة بقى يا فكرة. انت مخبي حاجة محتفظ بيها، وانت عندك سكرت في حياتك ومحتفظ بيه، بس ايه هو السكرت ده؟ هبحث ايه هو السكرت ده. جاستس، انت برج الميزان، ممكن للبعض يعني بتفكر تاخد حقك على فكرة. انت هنا بتفكر تاخد حقك. ثواني اسأل ايه هو السكرت قبل ما انسى. انت تحس ان انت كل حاجة اتعلمتها اتمحت او اتشالت. تليفون، شايل هم في حاجة، انت شايل هم سر. ايه هو السر اللي انت شايله؟ ايه هو السر اللي انت شايله؟ ايه هو السر؟ Page of Cup. انت في علاقة ممكن، او في بداية علاقة بحد، او في بداية اعجاب بحد بقى، او انت بتحب حد يعني. هو ده السر، بس ايه ده يعني؟ ده السر يعني.
انت مخبي ايه؟ انت مخبي ايه؟ في قرار انت مخبيه، في اخبار وحشه انت مش بتسمع لها او بتديها ظهرك. بتدي ظهرك للاخبار السيئه، وانت قررت ان انت ما تسمعش اي حاجه سلبيه، ولكن انت متناغم مع حاجه، في تناغم هنا. طب انت متناغم مع ايه وشايل اسرار ايه؟ على فكره انت عندك في حياتك طاقه ظلاميه وطاقه نورانيه، انت بتتخلص من الطاقه السلبيه ممكن، او بتتشافى. لا بس انا عايزه اعرف ايه السر عموما. احنا بحثنا عن السر اللي انت مخبيه ايه عن الكينج اوف سورد، فانت طلع لي بيج اوف كاب. فالبيج اوف كاب بتقول ان انت شخص في بدايه حب او في بدايه اعجاب بحد، او في بدايه ان انت بقى تحب نفسك ممكن، او تتشافى. ممكن تتشافى من الطاقات السلبيه، او ان حد عاملك سحر او حسد، بس انت مخبي حاجه. انت مخبي طاقه شفاء يا فندم، انت مخبي طاقه شفاء. انت بتشفي حد بالحب، بس انت مخبي الموضوع مش قايله لحد. انت شفائي على فكره، شفائي. ممكن تكون بتفكر في ان انت ترحل عن حبيب، او يعني تسافر لبلد تانية، بس لا، انت عندك حاجه. الحاجه اللي مخبيها دي ان انت يا فندم شخص مرزق، وان انت بيجيلك الاخبار من غير، او بمعنى صح لو حد يعني جه عليك ما بيكسبش، فبيجيلك خبره على طول. ليه؟ لان انت جواك نيتك صافيه، نيتك صافيه. تمام. لكن ايه اللي انت مخبيه؟ انت مخبي علاقه عموما، يعني انت مخبي علاقه. طيب ناخد اخر كارد الطاقه بتاعتك ونقفل. سترينث، شخص ممكن يكون برج الاسد. انت متفائل على فكره الحاجه، وعندك القوه ان انت تاخد قرار في حاجه. تمام. انت هنا مقرر حاجه. ستريس بتعبر عن القوه النفسيه، وان انت ما بيهزكش اي حاجه، يعني ما بتهزكش بسهوله. وزي ما قلنا انت شخص ناري هنا، باورك عالي، باورك عالي. شخص كمان ما بيهبش اي حاجه، بيعرف يقف كويس جدا للشر. وزي ما قلنا انت عندك طاقه شفائيه، وعندك اسرار انت مش قايلها لحد. تمام. ممكن يكون عندك علاقات عاطفيه، ممكن، بس انت في شخص واحد، بيج اوف كاب، في شخص واحد بس هو اللي انت مخبيه. تمام. دي كانت الطاقه بتاعتكم يا اصحاب المجموعه الاولى. عايزين نعرف النهارده كمان، هناخد رساله من شخص مجهول، او من شخص عايز يقولك كلام يعني، بس نخلص بس القرايه الاول على خير. احنا عايزين نعرف دلوقتي ايه الحاجه اللي بتعوق حياتك. ايه الحاجه اللي بتعوق حياتك دلوقتي في الطاقه دي يعني، او في الوقت ده؟ ايه الحاجه اللي موقفاك؟ ايه الحاجه اللي مش عارفاك تتقدم او تاخد خطوه لاي قرار؟ خصوصا انت مقرر في الطاقه، انت مقرر ان انت تعمل حاجه، او مقرر ان انت تاخد حاجه على محمل الجد يعني. انت جد في حاجه على فكره. الله، ذا لافرز. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا فاجئتوني. ايه الحاجه اللي انت، ايه الحاجه اللي بتعوقك؟ ايه ده؟ ازاي يعني؟ ان انت لافرز، ممكن يكون بتحب حد زياده عن اللزوم، او بتكن لحد حب، او مش معترف له، او طاقة ين ويانج. انت في حد حبيب في حياتك؟ ده ايه ده؟ ده ايه اوف كب؟ دي علاقة قدرية يا فندم. علاقة ايه ده الكارت ده اتنطر يعني انا ما اخترتوش اصلا. الايس اوف كاب بتقول ان انت شخص
ربنا باعت لك علاقة معينة، تمام. العلاقة دي علاقة ايس اوف كاب. الايس بتعبر ان في حاجة كده الكون بيبعتها، او الصدف بتبعتها لك، او القدر بيوقعك فيها، انت واقع في الحب يا فندم. دي اقل حاجة دي تعوقك. يعني انا حاسة ممكن تكون الحب ده بيعوقك عن ان انت مثلا مش قادر تتحرك، او ان انت مش قادر تاخد قرار، او ان انت عايز تاخد قرار في العلاقة دي بس مش قادر. لكن السيفن اوف سورد، السيفن اوف سورد بتقول ان انت شخص متخفي. انت بتتخفى بقى. اللي بيعوقك هقول لك انا بقى، اللي بيعوقك ان انت ما بتعترفش بالحب بسهولة. ده واحد. ممكن يكون بتضيع الناس منك، او بتضيع حبيب منك. اتنين، ان انت شخص بيتخفى او مش واضح وصريح مع نفسه. تلاتة، هو مش عائق، لكن انت ربنا باعت لك حاجة لكن انت بتضيعها ممكن بالاختفاء. رقم 7 ظهر في حياتك. لو في ناس منكم متخاصمة مع شخص بتحبه، فانتوا ممكن تتصالحوا بعد 7 اوقات ان شاء الله. اللي بيعوقك ان انت بيتاخد منك حبيب. مم. انت بتصبر ان حبيبك يتاخد. في الحب بالذات، احنا هنا بنتكلم في العاطفة. ممكن تكون انت بيتاخد منك حاجات في الشغل او في العمل، لكن انا ظهر لي الكب، ظهر لي الكب اللافرز اند ايس اوف كب. فمعنى كده يا فندم ان انت اللي بيتاخد منك ده كارت السرقة عموما. فاللي بيتاخد منك حبيب او علاقة، انت بتسيبها لغيرك بقى، او مش هقول ان انت اسمها ايه، ما بتضحيش. ممكن ما بتضحيش، لكن انت بتخفي نفسك، او بتحس ان انت مش واخد حقك، او بتحس ان انت بتسرق. فانت مش عايز ده. انت عايز تبين حبك لشخص. انت هنا عايز تبين حبك لشخص معين، تمام. بس انت مش عارف. انت مش عارف. لا، الشخص ده قدري يا فندم. الشخص ده قدري، ايا كان بقى قدري ده، ايا كان بقى، انت فاهمه زي ما تفهمها يعني. وعندك اختيارات كتير ومحتار. انت محتار. انت محتار، بس في شخص واحد بس انت مش عارف تقرر معاه يعني، او مش عارف، او بتسيبه بقى بتتخلى عنه يعني. بتتخلى عنه. هي مشاكلك ان انت شخص ما بيعرفش يختار، ما بيعرفش يقرر. انا ظهر لي، انا شدني هنا الرينج. انت عايز ترتبط بحد بس خايف ممكن. بس الشخص ده انت في شخص بتحبه، انت بتحبه. الرينج ظهر لي اشارة الرينج يعني ظهرت لي مرتين. انت محتار في الشخص ده. انت على فكرة عايز تعمل حاجة في السر. انت عايز تعمل حاجة، تمام. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوتاه. بيج اوف كاب. انت لا، ده انت واقع لشوستك يا فندم. انت عايز تكلم حد بقى، انت عايز تكلم حد فون يعني، او عايز تكلم حد تسمع صوته بس ما يعرفش ان انت يعني. انا بقى ايه، اكلمك بس انا اعمل نفسي ان هو مش انا مش انا يعني. لعبة اطفال يعني. ايه ده، انا ملاحظه كمان ان انت متخفي. ايوه، انت تلبس ماسكات كتير لان انت مجروح من حاجه، او خايف ان انت ما تتقبلش او تترفض. خايف ان انت ما تبقاش الشخص اللي فعلا يستحق. انت اللي تستحقاقك هنا. لكن انت بتحب حد وعايز تبتدي معاه بداية جديدة، او مش هقول ان انت هتنهي العلاقة، لكن انت عايز ايه، اللي هو تاخد الحد ده او تسرقه من حاجة، او مش عارفة. انا حاسة ان في ده كارت سرقة. ما هو حاجة من الاتنين، يا اما انت عايز تاخد الشخص ده، يا اما انت عايز تسيب، يا اما انت مشكلتك ان انت عايز تسيب الشخص ده او تتخلى عنه. لكن انت بتحب الشخص ده. ايه هي مشكلتك، او ايه هي العائق في حياتك، ان انت يا فندم ان
ان انت مش واضح، مش واضح وما بتعرفش تختار زي ما قلنا، ومش مصدق حاجة. انت مش مصدق حاجة وشاكك في حاجة، وكمان بتتعارك مع حبيب كتير، او في مشاكل ما بينكوا يعني. لا قوي انتوا بتشدوا في شعور بعض، بتشدوا في شعور بعض. ال five of wand، في عركة هنا او في صراع داخلي. ممكن يكون الصراع داخلي. على فكرة الشخص ده مش فيك عموما، الشخص ده بيحط ايده على قلبك مش فيك على طول. في شفاء هنا يا فندم، في شفاء، في شفاء. تمام. فممكن يكون الشخص ده شفائي، لكن مشاكل كتير بينك وبينه يعني. يمكن هي دي العائق اللي في حياتك، ان انت بتحب شخص ومعجب بيه، لكن المشاكل اللي ما بينكوا هي دي اللي معطله الدنيا، او مش عارف تختار بقى. طيب ايه تاني؟ الله الله، تاني في انت عايز تتزوج بقى، وعايز ترتبط، يعني عايز ترتبط بحد. ده انت ده انت هنا انت، لا انت هنا عايز ترتبط او عايز تتزوج او خلاص يعني. فكرة الارتباط في الطاقة بتاعتك دس. انت عايز ترجع لحد قديم او تتزوج حد قديم. ايه هي مشكلتك؟ ان انت بتخاف، عندك مخاوف، عندك مخاوف ان انت تتغير، عندك مخاوف في الحب، عندك مخاوف ان انت تتغير، ان انت تبقى شخص جديد. انت بتخاف من ان انت تسلت نفسك من الشخص القديم للشخص الجديد. هل الموضوع يستحق؟ يستحق. ليه؟ لان دي علاقة قدرية. فانت تسأل نفسك هل الموضوع ده هل الشخص ده يستحق. انت في سؤال هنا في الكروت بتقول انت اللي بتقول ده في بالك، ان هل الشخص ده يستحق ان انا اغير من نفسي. فيس، ايوه زمون. انت ندمان على علاقة او ندمان على حاجة. انت هنا حبيب. انت ايه حكايتك مع المون؟ بس انت ايه، انت بتطلع من الضلمة للنور. في حاجة على فكرة بتتفتح لك، او في طريق بيتجدد في حياتك، او في تنوير في حياتك، او في حد على فكرة بيشفيك او بينور لك حياتك. 18 بلس 1 89. فمعنى كده ان انت في بداية دورة جديدة يا فندم، او في نهاية دورة. انت هنا في نهاية دورة. القمر ظهر في نهاية دورة في حياتك، وبتتغير يا فندم، بتتغير او بتتجدد او بتتولد من جديد. فدي نهاية دورة. الدورة دي يا فندم لو ما استغلتهاش هتقعد 9 سنين كمان، والله اعلم. هتقعد 9 سنين كمان، يا تدور على الشخص ده، يا اما تفقد بقى اللي جابولك القدر. طبعا انا مش بقول الكلام ده عشان تخويف، ولكن ده اللي ظهر لي. الكينج اوف سورد. لا انت مقرر حاجة، انت مقرر تتكلم او تعبر عن نفسك، او تقول انت بتحب ايه وما بتحبش ايه. تمام. بس انت بتحلم بشخص على فكرة، انت بتحلم معاه بعلاقة يعني، بأسرة وعلاقة. سترينث ظهر لك مرتين. الله الله، علامة الانفينيتي كمان. بصوا الشخص ده لابس في السلسلة بتاعته لابس علامة الانفينيتي، وده اللي انا لاحظته يعني. فانت شخص بيحلم بحياة غير الحياة اللي هو عايشها. ايه العوائق في حياتك؟ ان انت مش عارف تعيش الحياة دي. انت بتتمنى حياة غير اللي انت عايش فيها. تمام. انت بتحس ان انت من حقك السعادة، وده من حقك طبعا، وخصوصا ان انت في 8 في حياتك عموما. ال8 ظهر تحتيه، قصدي 10 اوف كاب ظهر تحتيها السترينث. فانت خايف من الجواز او فكرة الارتباط، وعايز تبقى قوي نفسيا، ولدرجة ان انت خايف ان انت ما تقدرش او ما تكملش. لكن الانفينيتي او رقم 8 بيعبر عن اسمها ايه، الما لا نهاية في العلاقة. انت عايز علاقة ما لا نهاية، يعني لحد ما نعجز بقى وعليكوا خير
ويبقى فيه ذكريات حلوة. فانت بتتمنى مع الشخص اللي عايز تتزوجه ان انت تعجز معاه، او تعيش معاه الحياة اللي انت ما عشتهاش، او تحس معاه بالجو الاسري. لكن ايه هو العائق؟ ان انت يا فندم بتتغير بس خايف من التغيير، وفي احداث كتير قوي بتحصل في حياتك وانت مستغربها او مش مستوعبها، فانت خايف يعني، او خايف من المادة او من الفلوس، تاخد قرار في فلوس، او تاخد او شكرا. الحلقة عندي بتقفل، فمعنى كده ان انت شخص عايز يتكلم ويعبر عن اللي جواه في وقت معين. انت شخص بيشوف بيتكلم، فانت العائق بتاعك هو المادة او المال، عايز تاخد قرار فيه، انت طلع لك القب ايه؟ انت شخص على فكرة بيعرف يرسم كويس، وعندك آثار كتير جدا تخص الحياة العاطفية. شخص رومانسي جدا وهادئ جدا وحالم جدا. انت تتخيل بقى، انت مانيفستيشن. انت عندك ممكن يكون مشكلة في المانيفستيشن، في الجذب. ليه يا فندم؟ انت في طاقة سلبية، او مش مصدق. ياه، هو انا هبقى كده؟ ياه، هو انا هعمل كده؟ ياه، هو انا ممكن ابقى كده، اعيش الحياة دي؟ فانت عندك مشكلة في قانون الجذب، او عندك مشكلة في اليقين. طيب ناخد اخر كارد وبعد كده ندخل على رسائل من شخص مجهول. ديفل، في طاقة جسدية عالية بينك وبين حد، فده العائق اللي ما بينكم، او هو ده العطل اللي ما بينك وما بين الشخص ده. ان الطاقة الجسدية المحرمة، او اللي مش في اطار شرع الزواج او بره اطار الشرع بتاع الزواج، فالعلاقة دي هي فالحتة دي قصدي هي اللي بتعوق حياتك، او ان انت بتعمل علاقات بقى. العلاقات دي هي سبب عدم جذبك يا فندم للحياة اللي بتتمناها انت، خصوصا ان انت عندك خيارات كتير، وفي ناس على فكرة كتير بتكلمك او بتحبك بقى. لكن الدنيا هنا مش مطمني، في عندك ادمانات جسدية. وانت شخص مدخن على فكرة، انت مدمن على حد، او في حد بيجرك جسديا معاه. انت مش بتعرف تتحكم في لغة في التعبير عن حبك، والتعبير عن حبك عن طريق الجسد. انت مش بتعرف تتحكم في ده. طيب ناخد بقى رسائل من شخص انت بتحبه يعني. احنا قلنا شخص مجهول صح؟ لا ماشي، شخص بتحبه او مجهول، عايزين نعرف هو بيقولك ايه. يقولك ان انا شخص غبي، ان انا فقدتك، بحس ان انا غبي قوي وانا بفقدك. just not matter enough. الشخص ده حس ان هو مش كافي بالنسبه لك، وبيحس ان الحب اللي بينكوا ده حب عميق جدا، هو مش قده يعني. I am hiding my true feeling. الشخص ده بيخبي مشاعره الحقيقية ليك، بيخبي مشاعره الحقيقية. يا اما انت كده ان انت طالع هنا ان انت بتخبي نفسك يعني. بيقولك I am so sorry for all the pain I've caused.
الشخص ده بيقولك ان هو بيتأسف جدا على كمية الألم اللي سببها لك. على فكرة انا حاسة ان انت المفروض تقول للشخص ده كده. الشخص ده على فكرة مش قادر يديك حاجة، او في حاجة حاسسها ان مش قادر يديها لك، او مش عارف يديها لك، او قلقان ان هو يديها لك. طبعا كنت دين. الشخص ده خايف منك، عايز يشرح لك الشخص ده حاجة عن نفسه. ناخد اخر كورد. I want to explain myself to you. الشخص ده بيقولك ان هو عايز يشرح لك هو مين، او عايز يظهر لك شخصيته بقى الحقيقية. ممكن يكون الشخص ده هو اللي لابس ماسك عليك. الله، لا انا انتوا بيطلع لكم 2 انتوا على فكرة بتشوفوا رقم 2. انتوا بتشوفوا اتنينات. انتوا انا لما اجي بسحب بلاقي 2 على طول. طيب our love was written in the star. الشخص ده حبه قوي جدا ليك بس مش عارف يعمل ايه. الشخص ده كمان بيقولك ان هو مش عارف يعمل لك حاجه. بيقولك ان انت ممكن تسامحني في يوم من الايام لو هو ما حسش ان هو كافي بالنسبه لك او مشى وسابك. الشخص ده على فكره يتخلى عنك او انت تخليت عنه يعني. كمان بيقولك I miss you more than you realize. اسمها realize ولا release؟ realize ايوه صح. الشخص ده بيقولك ان هو مشتاق جدا ليك اكتر ما انت تتخيل او تتوقع او تدرك. الشخص ده بعت لك رسائل كتير جدا على فكرة، وعايز يتكلم كتير معاك، وفي عدم مصارحة بينك وما بينه. في عدم مصارحة بينك وما بينه. تصوف. الرغبات المتصوفين. ايوه انت يا فندم عايز توصل للتصوف، او ان انت بتميل للتصوف. تمام. انت على فكرة عندك حاجة جواك حلوة، لكن في ادمانات ربطوك. او بتعيق طريقك. وخصوصا الطريق الديني، او زي ما قلنا الطريق الصوفي. يا فندم انت معلم بس انت مش حاسس بقيمة نفسك. عموما انت مش حاسس بقيمة نفسك. تمام. الكاهنة. الله، كيف يتم استدعائك لتأخذ خطوة القيادة؟ انت عندك رسالة في الدنيا على فكرة. انت عندك رسالة تخص كهنة، او تخص تصوف، او تخص راهبات، او تخص رهبنة. فانت محتاج ان انت توصل لده عشان تعرف انت عايز ايه، وتسيب الادمانات والحياة المادية. تمام. انت كمان تخليت هنا في القرايه دي. انت تخليت عن حاجه، تخليت عن ادمان. ممكن تخليت عن ادمان، ولكن لا، انت اصلا مدمن على حاجه او بتعمل عادات سيئه. فالكروت النصيحه ليك النهارده ان انت شخص اصلا روحك بتنتمي للرهبنه، او روحك بتنتمي للتصوف. فانت مش مساعد نفسك على ده، ولكن في اشارات وفي علامات بتجيلك ان انت تبقى ده، او تتحول للشخص ده، لان انت طالع في طاقة الترانسفورميشن، طاقة الدس. فطاقة الدس دي بتعبر عن في ترانسفورميشن في حياتك. فانت محتاج ان انت تستقبل حياتك الجديدة او تستوعبها. دي كانت الرسائل بتاعتكم والقرايه بتاعتكم اصحاب المجموعه الاولى. يا رب تكون القرايه عجبتكم، ولو عجبتكم يا ريت تضغطوا لايك على الفيديو وتكتبوا في الكومنتات عشان نعرف مدى تطور القرايه عليكم. وشكرا ليكم، واشوف فيديو دي ان شاء الله على خير. سلام. اهلا بيكم اصحاب المجموعه الثانيه اللي اختاروا الشكل بتاع البومه. شكل البومه اللي بالشكل ده، او الميداليه اللي على شكل البومه. هنعرف دلوقتي
الطاقة بتاعتك ايه؟ وبعد كده ندخل على القراية بتاعتنا. انت ايه اللي بيعوقك في الحياة؟ ورسائل من شخص انت بتحبه. انتوا اشخاص مميزة على فكرة، بتحبوا تبقوا مميزين في وسط الناس. آه، ناس حكيمة جدا، ناس بتقرا كتير، ناس مثقفة، ناس عندها ثقافة في حاجة. اه، انت عندك حكمة في الحياة، ومعلم روحي. عندك معلم روحي كبير اوي انت تتعلم منه، يا عن طريق الكتب يا عن طريق الواقع. يعني انت عندك الشخص ده في حياتك، شخص حكيم، الشخص ده يكبرك في السن، يبقى الشخص ده انت بتحبه. على فكرة انت بتحب عيون الشخص ده. طاقتك فيها إسراء للمعارف، طاقتك فيها طاقة نارية، طاقة شغف في الحاجة، طاقة رغبة في ان انت تعمل حاجة او ان انت تستوعب حاجة. لكن انت ما بيعجبكش العجب ولا الصيام في رجب. شخص هنا ما بيعجبوش حاجة، لو انا كده شخص مع نفسي، انا لما بحب اعمل حاجة بعملها، ما بحبش حد يتحكم فيا ويقول لي يمين وشمال. ظهر لي برج السرطان. انت عندك مشكلة في الحب، او مشكلة في التعبير عن الذات، او مشكلة في التعامل مع الجنس الاخر. الكارت ده غريب اوي. انت تتنطط كتير، انت جبان على فكرة، بتخاف من الحب. عايز تستقل من احلامك، ان انت عايز تستقل، عايز تمشي بعيد، عايز تبقى رحالة او مغامر. دي من احلامك يعني، ان انت تعمل حاجة في الحياة. ياه، ده انت عشت حيوات كتير جدا، شخص اصلا مغامر في الحياة. انت بتحب نظام طرزان والقصص دي والبحارة والحاجات دي، بتحب تتفرج على الافلام اللي من النوع ده عموما. زفول بيقول انت شخص بحار يا فندم، او بيتنقل من مكان لمكان، او بيحب المغامرات كتير قوي. عايز من احلامك ان انت عايز تبقى مغامر، عايز تبقى مغامر، وعايز تزور اماكن كتير جدا وتعمل فيها حاجة وتتعلم من ثقافات كتير. طاقتك فيها شغف لان انت فعلا تعمل ده، او ان انت تحقق الحلم ده. لكن انت خايف من طفولتك بالذات، او ان انت اتربيت على حاجة مش زي ما انت بتفكر. يعني ممكن احنا نتربى، اهلنا بيربونا على وضع او على قالب كده بيحطونا فيه، لكن انت دماغك بقى ايه، بتشطح، او دماغك بتمشي، او دماغ غيرهم، او دماغك اوبن، او دماغك فيها حاجة. حاجة هنا عندك تخص العيلة، او تخص عادات وتقاليد. ده رقم 8، تأكد مرتين. شخص عنيدي جدا، وشخص عنده صعوبات كتير قوي في الحياة، وشخص مش بياخد كل اللي هو عايزه، ومش بيعرف يحقق كل اللي هو عايزه. ليه؟ لان هو متعلق بالقبيلة والأسرة والعادات والتقاليد والمعتقدات، وايه، وقلنا وقالوا، وهم مين وانا مين. فانت ده اه انت جبان على فكرة، جبان قلنا. انتوا في فوند بتقول ان انت شخص نفسيا مش مظبوط،
انت زعلان من حاجة عموما، زعلان من حاجة. زعلان من علاقة ثلاثية في حياتك. في علاقة ثلاثية، في علاقة ثلاثية في حياتك، او حد واخد منك حد، يعني عموما حد بتحبه عموما، ولكن انت عندك مشكلة في التأقلم. انت مجروح بسبب العلاقة دي. جالك 3 مرتين كمان. انت على فكرة انت بتشوف ارقام بقى، انت بتشوف ارقام عموما، بتشوف ارقام. عندنا هنا الكوين اوف وون. كوين اوف وون شخص شغفه عالي جدا وحالم جدا ومطلع جدا زي ما قلنا، وصارم جدا وجد جدا. وعلى فكرة انت حياتك، قصدي كروتك كلها بتتكلم عن حياتك السابقة. متخيلين؟ انت ممكن تكون بتفكر في حياتك السابقة بقى كانت ايه، وانا كنت ازاي، وانا شكلي كان عامل ازاي، وكنت عايش في وسط ناس شكلها ايه. عندي برج الاسد ظهر لي. انت عايز تتوازن او توازن شاكرا القلب عندك، الهارت شاكرا، لان انت عندك الشاكرا دي مش مظبوطه. وممكن يكون للبعض انت شخص نباتي دلوقتي، او بدأت ان انت تتبع حمية غذائية. اوكي. عندنا هنا كمان انت مش عايزه اقول ان انت بتخس، لكن انت شخص البعض بيحب اللحوم والبعض التاني عايز يبقى نباتي، او هو ده، او هو نباتي اصلا. انت عندك جرح العار يا فندم، عندك جرح العار، عندك جرح عار في حاجة. هتحس ان انت بتستعر من حاجة فيك انت، فيك انت. شخص جذاب جدا، بس انت تعبان بقيت شاحب. لو انا بلا جذاب بلا نيلة سيبوني في حالي، لكن انا مش ناقصكم. انت دي طاقتك يعني، انا مش ناقصكم، انا مش ناقص، سيبوني في حالي. انت مش عايزه اقولك ان انت حوليت، لكن انت يعني في حاجه حصلت في حياتك مخلياك، مخلي الامبرس. انت عموما طالع طاقه الامبرس، فالامبرس بتعبر عن شخص حنين، لكن انت مش قادر تدي الحنيه، او مش قادر تدي حاجه بقى، يعني حنيه عطاء. انت بتحس ان انت فقدت حاجه، فقدت الحدث او فقدت الواجهه بتاعتك. تحس ان انت مش عارف تفرق بين الاشخاص. هو انا صح؟ هو انا اللي جوايا صح ولا هما اللي صح؟ هو انا حدثي صح؟ انت بتضيع حدثك يا فندم. في حدث هنا بيطير، او في سرقة طاقة، في حد بيسرق طاقتك، وحد بيمتص طاقتك لدرجة ان انت وشك بيبقى شاحب يعني، او بيبقى يعني تحس ان انت محروق دمك. تمام. في سرقة طاقة هنا للبعض، وفي ناس منكم خست في الوزن، خست في الوزن يعني. هاي بريستس، هاي بريستس، هاي بريستس بتقول ان انت شخص روحاني، بس انت تفقد الكلام ده، ومش بتقول لحد كل الاسرار بتاعتك، وبتوقف كل حد عن حده في الوقت ده. ورقم 11 ظهر. انت شخص هنا صحوة. انت على فكرة عايز تمنع خيرك عن حد، خيرك عن حد. يس، يس، ايوه. جاستس، لا مش جاستس، جادجمنت، جادجمنت. انا قلت ان انت في صحوة. ايوه انت في صحوة، بتمر بصحوة يا فندم، بتمر بصحوة. ياه، انا بفرح قوي، انا بفرح قوي لما الاقي الكارد ده يعني. جادجمنت. انت شخص في صحوة دلوقتي. مش عارفه اقول لك ايه، مبروك ولا اقول لك ايه. انت بتتشافى من حاجه، بتتشافى من ايه؟ انت بتتشافى من ايه؟ انت بتتشافى في الطاقه دي، انت بتتشافى يا فندم. على فكره انت عندك مساعدات روحانيه،
ياه، انت كفك في حاجة على فكرة، في سر عندك في الكف، في كف الايد هنا عندك سر، عندك سر، وبتتفاعل عندك طاقة الكundalini في الوقت ده. تمام. ممكن ان انت تقرا عن الاعراض بتاعتها، لكن انت عندك اعراض تفعيل الكundalini. يا لهوتي، لو كل ده بتكلم في فيديو والصوت مش واضح هتبقى حوسه. انت محتاس عموما، انت محتاس ومحتار، محتار. انا فاكر انت عندك طاقة جذب عالية اوي في الوقت ده، عندك طاقة جذب عالية جدا، وممكن لا قدر الله تكون بتعرف تعمل سحر يعني. انت السحر ده ايه؟ انت ايدك فيه حاجة، انت كف ايدك فيه حاجة. اه، انت بتولع بخور ممكن، او بتولع حاجة تخص ريحة معينة او عطر معين. انت مين؟ انت مين هنا؟ انتوا مين؟ انتوا مين؟ انتوا بتعملوا حاجة، انت بتعمل حاجة هنا، انت بتعمل حاجة وانا متأكدة. اه، انت متواصل مع الكون بقى. انت بتتخيل ممكن يكون انت بتعالج الشكرات او بتتخيل نور بقى. انا قلت لك لو كنت جاذبة عندك عالية جدا على فكرة، عندك امكانيات بالهبل، امكانيات روحانية بالهبل. انت ممكن على فكرة انت ممكن تعمل سحر. انا مش مفروض اقول لك الكلام ده عشان ما فيش حد ياخد الكلام ده اللي انا بقوله ويأذي بيه حد، لكن انت يا فندم بتعمل سحر، بتعرف تعمل ده، وكف ايدك في حاجة، في علامة في كف ايدك على فكرة، في علامة مميزة في كف ايديك، في علامة مميزة في كف ايديك الاتنين. انت بتحلم باشخاص، بتحلم كذا حلم في بعض عموما يعني. طيب، زورلك بتقول ان انت شخص كمان دلوقتي في الوقت الحالي طاقتك بتتصاعد، طاقتك طاقة شفاء للعالم كله، لكن انت بتحلم بناس بتأذيك. مش عايزه اقول ان انت عايز تأذي حد، بس انت بتحلم بناس بتأذيك يا فندم، او ناس مش عايزاك توصل للي انت عايزه. طبعا الناس هم مش ناس عموما، هم مش ناس هنا، هم مش ناس، في اشخاص بتحلم بيها، الاشخاص دي بتمنعك من ان انت تصعد، او بتمنعك ان انت تبقى الشخص المتنور، او الشخص اللي يكمل صحوته على خير. انت شاكرا التاج عندك مفعلة يا فندم، شاكرا التاج عندك مفعلة بقوة، وانت العين التالتة عندك مفتوحة على فكرة، وبتشوف حاجات غريبة. انت مفجوع هنا، مفجوع، بس انت عندك شاكرا التاج مفتوحة يعني. انت شخص جميل قوي، جميل، جميل لكن صعب، واشخاص مش سهلة، مش سهلة. انا لقيت نفسي بفتح الكروت دي عليكم، انتوا اشخاص مش سهلة. في حد بيمنعك ان انت تتطور، او في حد بيمنعك ان انت تكون نفسك، او في الطاقة دي في حد بيمنعك ان انت فعلا يطمس قدراتك. في طمس هنا، في طمس. حتى ممكن الاحلام بتحس ان انت بتحلم بحاجات ممكن في الحلم تفتكرها بس تقوم مش فاكرها. على فكرة بيحصل ان انت ممكن تكون بتحلم بحلم مهم جدا، وتحس ان انت في تفاصيل اول ما بتقوم يعني بتفتكر وبتعصر مخك انا حلمت بايه ومين وفين وازاي، لكن كل ده بيضيع بمجرد ان انت بتصحى.
فانت في طمس هنا يا فندم، يا طمس للهوية، يا طمس القدرات، تمام، يا طمس ان انت تعرف انت قيمة نفسك، او تعرف انت مين، او محاط باشخاص سلبية، او في حد بقى بيعمل لك كده، في حد بيعمل لك كده لكن انت لا. تمبرنس شخص بيتشافى يا فندم، بيتشافى. انت بقى بتتشافى بالاعشاب او بالبخور او بايا كان بقى، انت هنا شخص بيتشافى. دي كانت الطاقة بتاعتك. طاقتك مش صعبة، لكن طاقتك مهمة جدا جدا جدا، مهمة للاشخاص اللي حواليك. وعلى فكرة انت شخص شفائي، تمام. طيب عايزين نعرف هو انت ايه مشكلتك. هي مش مشكلتك، عايزين نعرف ايه اللي بيعوق حياتك او بيوقفك عن اهدافك، ايه اللي بيعوقك في الوقت ده. انت على فكرة شخص بيرجع في كلامه عموما، يعني بترجع في كلامك كتير. ده انت طلع لك تشارك مرتين. انت على فكرة محتاج حد يساعدك، او ان انت بتدور على استشارة او مساعدة، وعايز تخرج بره كل ده. تقول بصوا بقى، انا عايزه انا عايزه ايه، انا بتكلم عن نفسي. انا عايز اخرج بره كل اللعبه دي، وعايز اخرج بره الدنيا دي، وعايز اروح حته كده استجم فيها. لكن انت مش عارف ليه، لان انت عندك ديفل في حياتك، عندك حد منغص حياتك كده، واقف لك كده بالمرصاد، يقول لك انا مش هسيبك. لكن انت بتخرج او بتهرب من الشخص ده، او من الطاقة السلبية زي ما قلنا. برج السرطان برج عاطفي جدا. انت عايز تخرج بره القطيع، او بره الفكرة، او بره الناس اللي حواليك، او بره القبيلة، ولكن انت عندك حتة اللي هو ايه، حنين. ارجع، طب الفكرة دي لا، الفكرة دي غلط. انا هرجع اعيش زي ما انا، زي ما انا، ومنطقة الراحة. لكن لا، انت طلعت من منطقة الراحة، وده مخوفك. فانت هنا بتطلع من منطقة الراحة يا فندم، وده اكبر مخاوف بالنسبة لك. لكن انا عايزة اقول لك بقى ان منطقة الراحة دي منطقة مفيهاش اي نور او اي تقدم. لكن لما تطلع من منطقة الراحة هيحصل لك هنا ابواب هتتفتح، ورسائل هتيجي، واشارات هتظهر، ودنيا تانية مفتوحة. فاعمل اللي انت عايزه. ديفل، انت ايه اللي يعيقك؟ اللي بيعيقك اشخاص سامة ونرجسية، واشخاص بتوقف حياتك وبتحاسبك بقى. انت هتسيبنا؟ طب تعالى لي بقى، انت عليك وعليك، انت هتعمل كده، طب تعالى انت كذا كذا كذا. في ناس بتعمل ده معاك. في ناس بتحاسبك يا فندم. شايفين الراجل اللي قاعد بالورقة ده؟ الراجل اللي قاعد بالورقة ده، في شخص هنا بيحاسبك، وانت بقى من كتر المحاسبة او يلومك او ينتقدك، او يحصل لوم او نقد، فانت بقى قاعد كده تسمع 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 تسمع، وبقى تعمل الادمانات اللي انت بتعملها، وهي دي حياتك. انت مش قادر تتغير ليه؟ بسبب الاشخاص اللي حواليك. هو ده اللي بيعوقك، اشخاص. على فكرة الاشخاص دي مش كويسة عموما، يعني طاقتها غير طاقتك، هي اللي بتوصلك للطاقة دي، تمام. مش عايزة اقول معتقدات، او ان انت طبعا هنشوف دلوقتي الديفل ده ايه. انتفاضة. الديفل ده انتفاضة يا فندم، انتفاضة للعادات السيئة. انت عايز تكون شرير زي الناس التانية، او عايز تعملهم معاملتهم، لكن انت مش هتقدر عموما. في حد بيقدم لك الولاء والطاعة، وبيقدم لك الخبث. خلي بالك من الخبث. بيج اوف بنتكل، خلي بالك من ان حد يساعدك. الشخص ده ممكن يكون خبيث، او بيكن لك خبث يعني معين. بصوا مثلا الشخص ده مستفز، فخلي بالك. في شخص هيحاول ان هو يوهمك بالمساعدة، لكن الشخص ده خبيث يا فندم. الشخص ده خبيث جدا، وطمعان في حاجة فيك، تمام. في طمع هنا، طمع. طيب
ايه صفون الشخص ده طمعان في ايه؟ في طاقتك يا فندم، في طاقتك. الشخص ده بيلف عليك، في شخص بيلف عليك. ايه اللي بيعيقك؟ إيه؟ شخص سام. بصوا التعبان ده شخص سام بيمنع عنك الحاجات الحلوة اللي فيك، او مطفيك، او تحس ان انت دبلان قوي، دبلان وانت مع الشخص ده. الشخص ده عينيه وحشة، يبص لك نظرة غضب دايما. الشخص ده قاسي عموما، في شخص في حياتك قاسي. اسوفون بتقول ان الشخص ده دايما يقطع عليك الفرص وبيديك بدلها فتات. اللي هو انت هتروح للفرصة الفلانية، طب بص بقى هعمل معاك مش معاهدة، لكن هعمل معاك ابتزاز كده حلو عشان ترجع لي تاني واشدك واخد الطاقة بتاعتك. فانت شخص بيتاخد طاقته، دي الحاجة اللي بتعيقك. كوين اوف كاب بتقول ان انت شخص عايز يحس بقيمة نفسه وعايز يحب نفسه. انت عايز تمشي عشان انت بتحس ان انت مش محبوب، او ان انت عايز تبتدي تحب نفسك، او تحب حاجة بقى. اه انت عايز تحب نفسك زي ما هي، حتى لو القرار اللي انت خدته غلط. فانا عايز احب نفسي بقى. انا وصلت لمرحله انا عايز احب نفسي، وصلت لمرحله ان انا امشي منكم، وان انا افكاري هي اللي هتوديني. سواء بقى رحت لقيت الطريق ضلمه، سواء رحت لقيت الطريق مقفول، سواء، لكن انا مش راجع بقى، مش راجع للشخص القديم. اللي بيعوقك تاني ان انت بتضيع فلوسك على الفاضي، او بتضيع فلوسك على التفاهات، او ان انت شخص مصدر المالي بتاعك كبير لكن انت مش حاسس بده. كمان اللي بيعوق للبعض علاقة، ممكن تكون علاقة زواج فاشلة طبعا، او ان انت مش عارف تتجوز بقى، او انت عايز فلوس. انت هنا عموما عايز فلوس. يا خرابي، يا لهوي. ايه ايه ده اللي بيعوقك؟ طالع ايه؟ انت مش حي. انت مش حي هنا. انت شخص تحس ان انت عايش حياة مش بتاعتك، او تحس ان انت مش حي. مفيش حيوية في حياتك، مفيش حيوية. حاسس ان انت بتموت، او ان انت بتفقد حياتك او تفقد شخصيتك. خصوصا الشخصية يا فندم، تشيرو بتعبر عن شخص عايز يستقل بشخصيته. انت هنا شخصيتك ميتة من الاخر. انت شخصيتك تحس ان هي ماتت يعني. تحس ان انت مطفي. انت عندك حدث قوي، او روحك بتقولك على حاجة وانت عايز تسمع كلامها، بس انت خايف، بس انت عايز تمشي ورا الاحلام بتاعتك. بص الشخص اللي فوق ده عايز يمشي ورا احلامه وحدثه. امشي ورا حدثك. انا بقول لك في الفيديو ده، امشي ورا حدثك، امشي ورا الحدث بتاعك، امشي ورا الحدث بتاعك، وصدق نفسك، متصدقش كلام حد. كمان اللي بيعوقك ان انت شخص عنده اسرار كتير بس مش بيفضفض لحد، او مش بيعرف يفضفض، او مش بيعرف يتكلم عن نفسه. انا عارف كتير قوي عن الناس اللي حواليه بس مش بيقدر يواجههم، او مش بيقدر يقول لهم سلبياتهم او سيئاتهم، او مش بيقدر يقول لا يعني. ايه صفقة؟ انت عندك علاقة حب. هي دي العائق، او هي دي اللي قلب حياتك، او هي دي اللي مش مخليك تعرف تعمل حاجة. الشخص ده بيغيرك. شايفين الفراشات ودود الأز والكلام ده؟ انت بتتغير بسبب الشخص ده، انت مش مقتنع بيه اصلا. ممكن تكون مش مقتنع، ولكن الشخص ده غيرك يا فندم. الشخص ده في شخص يعني دخل حياتك، غيرك. غيرك. على فكرة الشخص ده كويس عموما يعني.
طيب زيادة عن اللزوم، يا انت يا الشخص ده طيب جدا او زيادة عن اللزوم، او يعني في شد في جذب ما بينكوا. انت عاطي ظهرك للشخص ده عموما، او هو عاطيك ظهره، لكن في علاقة قدرية في حياتك، او علاقة حب كبيرة قوي قوية جدا، لكن فيها عائق معين، او فيها مش عائق، لكن في حد طيب اكتر من التاني، او في حد بيدي اكتر من التاني. مش عايزه اقولك ان في تحكم، مش عايزه اقول ان في ام مسيطره على الحب ده او على العلاقه دي. الامبرس بتعبر عن الام، والامبر ده في اب وام. ها يا لهوي، لا الحكايه كده وضحت. انت عندك اب وام يا فندم. الامبرس بتعبر عن الام، والامبرور بيعبر عن الاب. يعني معنى كده ان في اب وام هنا واقفين في طريقك، او مش موافقين على حب في حياتك، او مش موافقين على علاقة معينة. ايه العائق؟ هو مش هقولك الاب والام عائق، لان هم عمرهم ما كانوا عائق، ولكن افكارهم هي العائق. افكارهم بالنسبة لك هي العائق. وعلى فكرة انت بتسمع كلام باباك وبتطيعه دايما. بصوا الولد اللي نايم ده، الولد اللي نايم ده وباباه قاعد فبيسمع كلامه في كل حاجة. ماشي، مش هو ده صح 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 اللي انت بتقوله ده صح. بس انا بقى بعمل ايه؟ بحلم وبس، قاعد اتخيل وبس، اتغطى كده باللحاف واقعد اتخيل بقى الحياة اللي انا بقى عايزها. مش قادر اعبر، مش قادر اقول انا عايز كذا، او انا مثلا نفسي في كذا، او حياتي المفروض تبقى كذا. انت بتطيع وبس، سمعا وطاعة يا مولاي. تمام. عايزه اقول لكم كلمه، ما تبنوش تعاستكم بسبب حد، حتى لو الحد ده كان من دمك. يعني ما تبنيش ما تبني ايه ده، انا ليه بقول سعادتك وتعاستك؟ ما تبنيش تعاستك على عشان حد. تمام. وما تبنيش سعادتك على حساب نفسك، او على حساب حد تاني، يعني او على حساب حد تاني. فانت مش فرحان عموما، مش فرحان، حاسس بتعاسة، وحاسس ان انت جسد بلا روح، حاسس ان انت جسمك مش، انت ما عندكش كمان قوة ان انت تشتغل او تعمل حاجة، وفاقد لنفسك، وبتهرب بالادمانات يا فندم. الديفل. تمام. طيب انا عايزه اعرف حكايه الاب دي ايه، والام ايه حكايه الاب والام. ممكن انت تكون شخص يعني كويس، بتساعد باباك ومامتك، بس انت في نفس الوقت مش عايش حياتك، يعني او مش عايش الحياه اللي انت عايزها، يعني او تحس ان ناقصك حاجه. لو انت عايش عشان الناس وخلاص، او عايش عشان البيت وخلاص. عارفين اصعب حاجه في الدنيا ايه؟ ما تكتشف الحياه متاخر. انت بتتشافى بقى، تتشافى من جرح الاب بقى. تعالوا لي تعالوا لي هنا. انت تتشافى من جرح الاب، انت عندك جراح طفوله من الاب، فانت بتتشافى. ممكن تكون بتتشافى من جرح الاب، او بتعمل توازن يعني بين طاقتك او طاقه الذكوره. ممكن يعني الامبرور هنا طاقه ذكوريه عاليه، فانت بتتوازن بين الطاقه الانثويه والطاقه الذكوريه. ايوه، دي ام وده اب، وده واحد بيعمل تمبرانس، يعني بيعمل توازن. فمعنى كده ان انت شخص بيتوازن بين الطاقه الانثويه والطاقه الذكوريه يا فندم. مش كل الناس طبعا، في ناس الاسره متحكمه، وفي ناس تانية بتتوازن بين الطاقتين. فانت محتاج ان انت تعمل توازن بين الطاقه الانثويه والذكوريه. ايه بمعنى؟ ما تتعاملش مع بنات كتير، ولا تتعامل مع اولاد، يعني ما تتعاملش بعصبيه كتير، ولا تتعامل بحنيه كتير. فلازم يبقى فيه بالانس هنا، او توازن للطاقتين جواك. وعلى فكره انت محتاج تشرب شاي اعشاب، او محتاج ان انت تشرب حاجه تخص الاعشاب. تصور انت بتنسف حاجه، بتنسف معتقد يا فندم. انت طالع بتشريت اند طار. ففي ناس فينا معتقدات في خيالك. ايه العائق اللي واقف في حياتك؟ ان انت محتاج تنسف معتقدات او عادات وتقاليد تخص العيله، وممكن تكون عندك كارما عائليه.
الكارما دي تخص دماغهم، هما دماغهم، تفكيرهم، طريقة تفكيرهم. فانت كارمتك في الحتة دي. ذا وورلد، انت شخص على فكرة هتنجح في يوم من الايام وهتسابق، بس انت عندك زي ما قلنا، مش عارفه انتوا المجموعه الاولى نقص يقين، لكن انت شخص على فكره مانيفستيشن. اه 2 and 1 بيدونا 3، فمعنى كده 3 بتعبر عن ان في حاجه هتتنفذ في حياتك، في حاجه هتعملها، والحاجه دي هتبقى ناجحه جدا او هتوصلك للنجاح. في هدف انت في دماغك، فالهدف ده هيتحقق ان شاء الله. تمام. طيب دي كانت العوائق اللي انت ممكن تلاقيها في حياتك. ما تقارنش نفسك بحد وما تسابقش حد، لان انت اصلا تستاهل ان انت تسابق، او تاخد المركز الاول، او تاخد الفكرة الاولى. ممكن يكون عندك فكرة محدش فكر فيها، فانت هتنجح فيها، اعملها. عندك بداية مقدسة، انت ذاهب الى مكان مقدس. ممكن انت بتفكر تزور مكان مقدس زي جامع، زي كنيسة، زي معبد. فانت بتفكر في الحكاية دي، او في دماغك، او تتخيلها. بس انا حاسة ان انت، لا، انت القرار ده نصيحة. فانت في بداية مقدسة ليك على فكرة. انت هتبقى شخص نوراني جدا، نوراني جدا، وعندك افكار كتير على فكرة، ودماغك حلوة. بس انت محتاج ان انت تفتح دماغ، او تلاقي الطريق. انت طريقك ضلمة، لكن انت هتلاقي بداية مقدسة في حياتك، او بداية جديدة. انت عندك بداية جديدة على فكرة، عندك بداية جديدة. اه انا هسألك انت السؤال ده بقى، اللي بتتفرج عليا، مش هاخده ككارد نصيحة. هسألك سؤال بيقول لك، يعني الكارد ده محتاج ان هو يسألك. بصراحة انا حسيت ان هو عايز يسألك السؤال ده، وانت تجاوب عليه بقى في الكومنتات، تجاوب عليه بينك وبين نفسك. مش هاخده نصيحة. السؤال بيقول لك: ما الذي انت متعلق او متشبث به؟ ايه اللي انت متعلق ومتشبث بيه قوي؟ ايه الحاجة اللي انت متعلق بيها قوي قوي قوي، او الحاجة اللي واقفة في طريقك قوي قوي قوي؟ فده سؤال ليك انتوا يا اصحاب المجموعة التانية، محتاجين تكتبوه على ورقة، او تفكروا فيه بينكم وبين نفسكم. بصوا، شديني الكارد ده، شديني الكارد. الام الكونية، ده سؤال تاني. كيف تكون اما لنفسك؟ انت عندك جرح على فكرة، الاب والام. عندك، انا قلت لك عندك جرح عار. عندك جرح عار، ومحتاج ان انت تطبطب على نفسك قوي الايام دي. انت عندك بعض الاشخاص عندهم ام تانية غير الام اللي ولدتهم. يعني ممكن القرار ده يكون بيتكلم عن كده يعني. طيب احنا عايزين ناخد رسائل من شخص بتحبه عشان نقفل الفيديو على خير. الشخص ده بيقولك: انا هفضل احبك على طول ودايما وفي كل وقت. الشخص ده بيخبي مشاعره الحقيقية، او مش عارف يطلعها لك، او مش عارف يعني يعبر لك عن حبه. step by step I'm becoming the person you deserve. الشخص ده بيقولك خطوة خطوة انا بحاول اكون الشخص اللي انت تستحقه. تاني I'm hiding my true feeling. الشخص ده بيخبي حبه ليك، او بيخبي نفسه عليك. I am going through a spiritual awakening. الشخص ده زيك بالظبط على فكرة، بيمر بصحوة زيك. بيقولك انا بمر بصحوة زيك بالظبط. انت كروتكو الشخص ده بيتكلم عمال انا يعني ما عملتش تصنيف للديك، عمالة تقع.
I'm just not. الله، دي نفس الرسالة طلعت المجموعة الأولى. الشخص خايف يحبك أكتر من اللازم. I'm facing my darkness right now. الشخص ده بيواجه مخاوفه أو بيواجه الجانب الظلامي بتاعه. أنا قلتلك الشخص ده زيك بالظبط على فكرة، وانت في علاقة قدرية. الإيس أوف كاب، انت في علاقة قدرية يا فندم. الشخص ده على فكرة زيك، وعلى فكرة بيمر بنفس الظروف اللي انت بتمر بيها. انت عندك وجع في المعدة، او الشخص ده عنده وجع في المعدة، او في تقلبات يعني. you need to let me go so I can grow. الشخص ده بيقولك سيبني في الوقت ده، او سيبني انمو روحانيا وانمو. الشخص ده على فكرة بينضج عقليا. sometimes sports will bring us the clarity we seek. الشخص ده بيقولك كل ما نستخبى في حاجة تانية هتطلعنا تاني مع بعض، او في شرارة ما بيننا هي اللي بتخلينا نرجع تاني. انتوا الاتنين شبه بعض على فكرة. يقولك I know that we are still deeply connected. الشخص ده بيقولك في تواصل ما بيني وما بينك، في تواصل ما بيني وما بينك. والشخص ده على فكرة بيستغرب جدا من التواصل ده. دي كانت قرايتكم يا اصحاب المجموعة التانية. يا رب تكون القراية عجبتكم، ولو عجبتكم يا ريت تكتبوا في الكومنت ازاي القراية طبقت معاكم، ويا ريت تجاوبوا على السؤال اللي احنا سألناه هنا، ايه اللي انت متعلق بيه ومتشبث بيه قوي في حياتك. وبتمنى لكم ان القرايه تكون منطبقه على كل اللي بيتفرج، واشوفوا فيديو جديد ان شاء الله على خير. سلام.